بكره اول يوم دراسه، فيلا نجهز الشنطه بتاعتي مع بعض وهنشوف هناخد ايه معايا بكره. بصوا ده شكل الشنطه كده، وجاي معاها الجزء ده، فهحط الحاجات اللي ممكن تقع في الجزء الصغير ده، والحاجات الباقيه هنكملها في الشنطه. تعالوا نبدا بقى. اول حاجه معايا المرايه دي هحطها في الشنطه الصغيره، وبرفيوم صغير يكون معايا. لو معكوش الشكل ده معايا زي ده كده صغنن هحطه، يعني هحط الحاجات الميني في الشنطه دي. تعالوا بقى نبدا نحطهم كده، وبعديها وايبس عشان ببهدل ايدي بصراحه دايما، ومناديل اللي هي دي عشان ايدي بتتبهدل برضو من الاقلام السبوره، فبكون محتاج دايما معايا مناديل. مرطب لايدي النوع ده حلو ماشي. وهنحط، لو انتي برضو معاكي مرطب كبير وعايزه تاخدي منه، ممكن تجيبي العلب اللي هي الصغيره اللي شبه كده وتحطي المرطب بتاعك فيها، بس انا طبعا مش هاخدها لان معايا المرطب الايه كبير، فهاخد ده كمان معايا. ده مرطب شفايف. دول الحاجات اللي هحطها في الشنطه الصغيره، والمحفظه بتاعتي فيها الفلوس وكل حاجه وحتى الفكه، فدول الحاجات اللي هحطها في الشنطه الايه الصغيره. طبعا ازازه الميه والاكل دي حاجات كده كده هجهزها الصبح بصراحه. تعالوا بقى ندخل على الحاجات اللي هحطها في الشنطه ذات نفسها. اول حاجه الاقلمه والاقلام السبوره، بجمعهم كلهم في دي واحطهم. واخده معايا دول، وقلم احمر طبعا، وقلم ازرق، وممكن اشيل باقي الحاجات اللي في المقلمه لاني مش هحتاجها بكره. يبقى كده جهزنا دي ودي. الحاجات بقى اللي ليها علاقه طبعا بقى بالدراسه، هاخد الكتاب ده معايا بكره عشان عندي بكره سنه اولى فهنبدا العلوم المتكامله. وهاخد النوت بوك دي، حجمها مناسب جدا للشنطه وحلوه، فتعالوا نحطها بقى في الشنطه ونظبط الشنطه. ادي الشنطه اهي، تتفتح كده بكبسوله. حط دي الاول والكتاب، بس هحطه بالعرض عشان يدخل في الشنطه، وندخل دي جواها. وبس كده الشنطه كفت كل الحاجه، والصبح ان شاء الله احط فيها بقى الاكل والميه. بصراحه شكلها عسول قوي، كانت ب 150 جنيه يا جماعه. قولوا لي انتوا هتاخدوا ايه في الشنطه بتاعتكم بكره لاول يوم دراسه؟